فيلمنا النهاردة فيلم أكشن وإثارة من أقوى أفلام الأكشن. فيلم بيحبس الأنفاس لآخر مشهد. يلا نتابع الفيلم. بيبدأ فيلمنا في مطار وبيدخل طيار اسمه تورنس وهو مستعجل عشان اتأخر على رحلته، وبتكلمه بنته اسمها دانييلا واللي بتسكن في لوس أنجلوس، وبتطمن عليه وتقول له إنها ليلة راس السنة وإنه يوصل في الوقت عشان يحتفلوا بيه سوا، وبيوعدها يوصل في الوقت وبيقفل السكة بسرعة وبيركب الطيارة وبيتعرف على المساعد بتاعه واللي بيكون اسمه صامويل، وبيقول له عن تفاصيل الرحلة وإن في 14 راكب بس، وإن في عاصفة قوية هتشكل خطر على الرحلة، وفي الوقت ده بيدخل ضابط الطيران عشان يطمن إنه مفيش مشاكل، وبيقول له تورنس إن في عاصفة قوية وهي في طريق رحلتهم، وبيقول له تورنس إنه هيغير مسار الرحلة بعيد عن العاصفة، لكن ضابط الطيران بيقول له إن تغيير مسار الرحلة بياخد وقت أكتر وبيستهلك وقود كتير، وإن الرحلة فيها 14 راكب بس وعايزين يخلصوا الرحلة دي بسرعة وبأقل وقود ممكن، وبيضطر تورنس يوافق رغم الخطورة اللي هتواجهها الطيارة. وبعدها بتيجي بوني المضيفة الرئيسية في الطيارة وبتقول للكابتن تورنس إنه مطلوب وفي شخص عايزه، ولما بيروح بيلاقي ضابط شرطة ومعاه سجين وبيقول له إنه لازم يترحل السجين ده لبلده، وبيسأل تورنس إيه هي تهمته، فبيقول له قتل عمد وهو مجرم خطير، وبيرفض تورنس لأن الركاب عددهم قليل وإنه هيلفت الانتباه، لكن الضابط بيقول له إنه ما عندوش خيارات تانية، لازم السجين ده يترحل لأنه شديد الخطورة، وبيوافق تورنس وبيدخل السجين وبيقعده في الكراسي الأخيرة للرحلة. بعدها بيروح تورنس يتعرف على المضيفات ويقول لهم على السجين ومفيش حد يتعامل معاه إلا للضرورة، وبيدخل الركاب وبوني وتورنس في استقبالهم وبيقول لهم رحلة سعيدة وسنة سعيدة، وبيدخلوا بنتين بيروحوا للضابط والسجين لأن الكراسي دي بتكون بتاعتهم، لكن الضابط بيمنعهم، والمضيفة بتقول للبنتين انهم ممكن يقعدوا في اي حتة تانية في الطيارة، وبيفضل البنتين يبصوا للسجين وبيستغربوا، وبتبدأ الطيارة تتحرك من مكانها وبيمر الوقت، وبتحاول البنتين انهم ياخدوا صورة مع السجين، لكن بيمنعهم الضابط وبيحط صامويل صورة عيلته قدامه، وبيحاول تورنس انه يعبر له ويقول له انه عيلته جميلة، فبيرد صامويل عليه وبيشكره وبيسأله لو كان عنده عيلة، وبيقول تورنس ان عنده بنت في لوس أنجلوس علشان بتدرس هناك وهو قاعد في سنغافورة، لكن مراته ماتت من 3 سنين، وبيبان الحزن في عينين تورنس، وبيكون الركاب في اللحظات دي عمالين يبصوا على السجين اللي بيكون بيألف في المجلة بتاعت الشركة، والطيارة بتدخل في عاصفة قوية وبيطلب من مركز القيادة انها تديله الاذن انه يطير فوق العاصفة مباشرة، لكن المركز ما بيردش عليه لانه بيكون في مشكلة في الاتصالات، وبيطير فوق العاصفة وبيتعرض لمطبات جوية وبتخبط كل الركاب وبتقع حاجاتهم، وبيروح تورنس عشان يطمن عليهم ويساعدهم ويقول لهم ان كل واحد يكون مكانه وانها حاجة خفيفة، لكن بتتعرض الطيارة لمطب تاني وعاصفة قوية وبتخبط تورنس في جبهته وبينزف، وبيرجع للكابينة بتاعة الطيران علشان يتولى القيادة، وبيحاول يتواصل مع المركز لكن من غير اي فايدة، وصامويل بيقول له ان البطارية اتعطلت، وبتنبه بوجي على الركاب ان مفيش حد منهم يقوم من مكانه ويربطوا الأحزمة الأمان، وبيقرر تورنس انه يستخدم البطارية الاحتياطية، وبيهبطوا هبوط اضطراري وانه عنده 10 دقايق بس قبل ما تخلص طاقة البطارية، وبيدور تورنس على مكان ينزل فيه. تنعدم الرؤية تقريبا للطيارة وبتتعرض الطيارة لتقلبات شديدة، فبيقول السجين لظابط انه يفك القيود بتاعته لانه لو هبطوا في المية مش هيعرف يعوم ويموت، لكن الظابط بيرفض وبيقع الموبايل بتاع الظابط وبيفك حزام الامان ويقف يمشي عشان يجيبه، لكن الطيارة بتتعرض لمطبات صعبة وبينصدم الظابط وبيموت، وبتكون إيزابيلا مضيفة الطيران اتعرضت لضربات من الطيارة وماتت، واخيرا بيقدر انه يعدي من العاصفة، لكن بيكون لازم يهبط بالطيارة ومش بيكون قدامه اي ارض، فبياخد قرار انه يهبط على المية، وبيطمنوا الناس ان الطيارة دي مصممة على احدث التقنيات العالمية وانها تقدر تفضل على وش المية، لكن بيتفاجئ تورنس ان في جزيرة قريبة منهم، وبيحاول يهبط بسرعة قبل انتهاء البطارية، وفعلا بينجحوا وبيفرحوا كلهم وبيفتكروا ان فيها وقود، وبيقول لكل الناس انها تخرج بسرعة من الطيارة لانها ممكن تنفجر، وبيروح يشوف الاصابات، وبيعرف تورنس ان في جثتين، وبتلاحظ بوني ان السجين بيبص للمفاتيح اللي كانت عند الضابط فبتاخدها معاها، وبيخرجوا كلهم من الطيارة، ولما بينزلوا بيتجمعوا صامويل بو وبوبي ويدوروا على حل للكارثة دي، خصوصا انهم مش عارفين مكان الجزيرة وهل فيها ناس ولا لا، هيقولوا ايه للناس وهيعملوا ايه مع السجين اللي معاهم، فبيقول لهم تورنس ان السجين ده خطير
ولازم نراقبه باستمرار، وبتديه بوني مفاتيح الضابط عشان ما يعرفش يحرر نفسه. وبيروح للناس عشان يهديهم وبيقول لهم ان مركز القيادة هيوصل لهم، وبيطلب تورنس منهم انه يشاركوا مع بعض الاكل وكل حاجة يلاقوها لغاية ما تعدي الازمة دي على خير. وفي مركز القيادة بيوصل واحد خبير في حالة الازمات دي وبيكون اسمه سكاردي، وبيحاول يعرف تفاصيل امتى اخر مرة الطيارة طلبت النجدة او سمعوا صوتهم. وواحد من الركاب بيسأل تورنس ليه ما قدروش يدخلوا ويجيبوا حاجاتهم من الطيارة دلوقتي، فبيقول له ان الطيارة سخنة وفيها وقود وممكن في اي وقت تنفجر، فلازم يسيبوها تبرد شوية. وبيتكلم تورنس مع السجين اللي بنعرف انه اسمه جاسبار، وبيقول له انه مش عارف هيعمل ايه، فبيقول له السجين انه اكيد يعني مش هيهرب في جزيرة زي دي وبالقيود اللي عليه دي، فلو خايف من كده ما يخافش، هو مش هيقدر يعمل كده اصلا. وبيحاول مع صمويل انهم يلاقوا بطاريات من خلالها يقدروا يشغلوا اجهزة الارسال ويبعتوا مكانهم لمركز القيادة. وبتقول لهم ان كل اللي في الطيارة اتفرغ ما عدا الجثث، فبيقول لها تورنس انه هيتولى الحكاية دي. وفعلا بيطلع الطيارة وبيشيل كله، وبيطلب الخبير اللي موجود كل البيانات العاملين والمصممين بتوع الطيارة، وبيحفز التيم اللي معاه انهم يبذلوا اقصى جهدهم لان ممكن تكون الطيارة في اي حتة في الحيز اللي اتفقوا عليه. وبيقرر تورنس حاجة مهمة، وهي انه يبلغ كل اللي في الطيارة بكل المعلومات وما يخبيش عنهم حاجة، ونبه عليهم ان عملية عثور المركز علينا هتكون صعبة ولازم اننا نتعايش مع الوضع لغاية لما يلاقونا. وبيقرر تورنس انه هيروح ويستكشف الجزيرة، وبيقرر انه هياخد معاه السجين، وبيكونوا كلهم متفاجئين من الاختيار ده، حتى جاسبار نفسه متفاجئ لما بيشوف تورنس بيفك له القيود بتاعته. وفي نفس الوقت بيكون واحد من اهل الجزيرة بيروح يبلغ الرئيس بتاعهم وبيقول له ان في طيارة كانت بتحلق فوق بيته من مسافة قريبة، فبيدي داتو اوامر لرجالته انهم هيلاقوا الطيارة باي طريقة. وبتعرف دانييل بنت تورنس ان الطيارة بتاعت ابوها اللي مش عارفين هي فين بالظبط، وبيكون تورنس مع بيت بيدوروا في الغابة على مساعدة، وبيسألوا لو كان اشتغل قبل كده في الجيش لان المطوة بتاعته كان عليها اللوجو بتاع الجيش، فبيرد عليه جاسبر انه كان في فريق المظلات الفرنسية، وبيقول له كمان انه انضم للجيش لما كان في السجن. وبيسأله جاسبر على السكينة بتاعته وبيقول له اخدها ولا لا، وبيقول له انه سابها في الشنطة بتاعة الحارس. وبيسأله جاسبر على المسدس ومش بيرد تورنس ويغير الموضوع، لكن فجأة مش بيلاقي راسبر وراه وبيكمل تورنس الطريق لوحده. وبيكون الخبير اللي اسمه سكاردي جمع كل المعلومات عن تورنس، ومن ضمن المعلومات فيديو له وهو بيهجم على مسافر كان عامل شغب قبل كده في الطيارة. وبيعرفوا كمان انه كان في سلاح في الطيران الجوي، وبيعرفوا صامويل انه بيشغل محرك الطيارة مرة تانية. وبيكون في نفس الوقت تورنس بيوصل لمكان مهجور ما فيهوش اي حاجة، وبيلاقي تليفون قديم وبيحاول يصلحه وبينجح، وبيتصل باستقبال الشركة علشان يبلغهم انهم اختفوا ويقول لهم مكانهم، لكن الموجود على الاستقبال مش مصدقه وبتكذبه بسبب الاتصالات الكاذبة بسبب الموضوع ده، وبتقفل السكة وهو متعصب. وبعدها بيروح يكلم بنته دانييل وبيقول لها تاخد المعلومات اللي هو هيديها لها وتروح تقولها لهم في المطار. لكن وهو بيتكلم بيجي واحد من العصابة اللي موجودين على الجزيرة وبيضربوا على راسه وبيتقطع الخط، وبيفضلوا هما الاتنين يتخانقوا مع بعض لغاية ما يقدر تورنس يموته. بعدها بيسمع صوت ضرب نار فبيستخبى عشان يشوف مين جاي، لكن بيقول له السجين انه يطلع وبيدي له ببندقية. وبيرجعوا هما الاتنين يستكشفوا باقي المبنى، وبيلاقي تورنس في مكان غريب، وبيلاقي كمان جوازات سفر، وبينادي عليه السجين عشان يشوف الفيديوهات اللي في الكاميرا، واللي بتكون فيديوهات للرهائن اللي هما بيقبضوا عليهم وبيطلبوا فدية وبعد كده بيقتلوهم. وبيكون وصل في الوقت ده مساعد رئيس الجزيرة اللي اسمه هاجن، وبيقول له ان الطيارة اللي هبطت مش طيارة عسكرية وشكل الركاب اجانب، فبياخد العربيات والرجالة وبيروحوا لهم. وبيفهم في الوقت ده تورنس انه لازم يرجع للركاب بسرعة قبل ما ياخدوهم رهاين. لكن رئيس العصابة ورجالته وصلوا الأول، والركاب انبسطوا وافتكروا إن الناس دي جاية تساعدهم لغاية ما بيطلعوا المسدسات بتاعتهم. وبيوصل تورنس متأخر، والسجين بيوقف العربية وبيخلي تورنس يتابع العملية من بعيد. وبيسأل هاجن عن كابتن الطيارة، وبيرد صامويل ويقول له إنه هو الكابتن لكن ما بيصدقوش، وبيقول إن الكابتن تورنس وإنه راح يطلب المساعدة، وبتحاول واحدة من الرهاين إنها تهرب فبيقتلها هاجن، وبياخد كل الرهاين وبيطلعهم على الأتوبيس، وبيسيبوا من رجالتهم اتنين عشان يفتشوا في كل حاجة في الطيارة. وبيهجم تورنس والسجين على الاتنين دول وبيقتلوا منهم واحد، وبيضربوا التاني وبيهددوه لغاية ما بيقول لهم على كل المعلومات اللي هم عايزينها. وبيقول لهم ان الرهائن دي هتتاخد للقرية وبعدها المفروض يحملوهم على قارب. وبيرفض السجين انه يجي مع تورنس، وبيقول لهم انه لو راحوا هناك مش هيرجعوا تاني، لكن بيرفض تورنس كلامه وبيصمم انه هيروح ينقذهم. وبيقول للسجين انه ما بيستناش مساعدة منه. يطلع تورنس الطيارة وبيلاقي
بيلاقي ان صامويل قدر يصلح المحرك، وبيكتب جملة على لبسه انه هيروح لانقاذ الرهاين، وبيكتب اسم المكان وبيسيب الكارنيه بتاعه علشان لما يجوا ينقذوهم يعرفوا مكانهم. وبيكون المركز حدد مكانهم بالظبط، وبيقترح المسؤول انه يتواصل مع الحكومة الفلبينية عشان يساعدوهم. لكن سكاردو بيقول ان الجزيرة مفيش حد يحكمها، وان الجيش حاول يقتحمها كذا مرة قبل كده لكنهم بيفشلوا. وبيبعت سكارت لتعزيزات وقوات خاصة، وبيكون قائدهم اسمه شول باك. وبيسمع تورنس صوت نار، وبيكون السجين قتل الشخص التاني من العصابة. ولما بينزل تورنس بيقرر السجين انه يروح معاه ومش هيسيبه. وبيكون الرهاين محبوسين في اوضة صغيرة، وبيطلع لهم هاجن من الاوضة وبيفضل يصورهم وهم بيقولوا اسمائهم وبلادهم. وبيوصل تورنس والسجين للمكان، وبيفضلوا يدوروا بهدوء على الرهاين، وبيقابلوا اول 2 بيموتوهم من غير صوت. وبيوصل بعد كده السجين وبيقدر يضرب الحراس اللي كانوا على الأوضة، وبيكون تورنس بيحررهم. وبيقول لهم تورنس انه لازم ما يعملوش اي صوت، وان اكيد القوات جاية تحررهم. وبيقول لهم انهم لازم يرجعوا مرة تانية للطيارة، بس الاول لازم يركبوا الاتوبيس. لكن بيعرف تورنس ان في عدد كبير جدا من العصابات على الطريق ومش هيعرفوا يهربوا من هناك. فبيقرر تورنس انه يروح ويضحي بنفسه عشان يشغلهم، وبيطلب من هاجن والرجالة انه يشوفوا رئيسهم. وفي الوقت ده بيكون القوات الخاصة وصلوا للطيارة، وبيشوفوا كتابها تورنس. وبيتكلم تورنس مع جورنال وبيقول له انه هو الكابتن يطلب منه انه يفرج عن الرهاين، لان اكيد الجيش دلوقتي هيجي وبيهدده. لكن جورنال بيخلي رجالته تضربه، وبيقول له انه هو بس اللي بيدي الاوامر هنا، وانه مش خايف من اي حد. وبيخلي الهجان يوجه المسدس عليه ولسه هيقتله. بتتدخل قوات الانقاذ وبتفضل تقتل في العصابة لغاية ما يقدروا يخلوا تورنس يهرب. وبيركبوا هم كمان الاتوبيس وبيهربوا، وبيقولوا لشون باك ان معاهم شنطة فلوس، بس الفلوس دي مش هتكفي انهم يفرجوا عنهم، وان الدعم هيجي خلال 24 ساعة. وبيقول تورنس عن خطته انه ممكن يطير بالطيارة تاني، لكن الركاب بيخافوا في البداية، لكن ما بيكونش في حل تاني، وانهم لازم يثقوا فيه. وبيقول شول باك انه لازم يوفر لهم غطاء حماية ويدوا له الوقت عشان يصلح فرامل الطيارة ويشيك عليها. وبيبدأ الاشتباك بين القوات الخاصة والعصابة، لكن القوات الخاصة بتقاوم وبيضرب نار على تورنس وبتصاب في رجله، لكن بيقدر يكمل. وبيحاول السجين انه يساعده، وبيوصله للطيارة وبيقول له انه عارف ليه مش هيقدر يطلع معاه، ويتمنى لتورنس حظ سعيد في حياته. وبيطلب شيلباك من السجين الذخيرة، وبيروح السجين وبيفتح شنطة بتكون مليانة دولارات وبياخدها معاه. وبيكون من القوات الخاصة واحد قناص، فبيقتلهم كلهم واحد ورا التاني. وبيحرك تورنس الطيارة وبتبدأ انها تطير، وبيوجه رئيس العصابة النار ورجالته بيوجهوا النار ناحية كابينة تورنس لكن بيفشلوا. وبيحاول واحد من العصابة يفجر الطيارة، لكن السجين بيقتله من بعيد. وبيقف رئيس العصابة قدام الطيارة وبيحاول يفجرها، لكن تورنس بيزيد سرعة الطيارة وبيقتله. ونشوف السجين أخذ شنطة الفلوس وخرج من الجزيرة، وبيطلب تورنس من مركز القيادة يجهزوا له مكان قريب ينزل فيه، لأن الطيارة مصابة. وبيقولوا له على جزيرة قريبة وبينجح ينزل فيها. والركاب بينبسطوا مش مصدقين نفسهم، وبيكون هو ورجالته فرحانين وبيهنيهم على العمل اللي قاموا بيه. وبيخرج الكابتن وبيجي المسافرين وبيقول له شولباك انه طيار شجاع وانه فخور انه بيشتغل معاه. وبتطمن بوني على تورنس وبتشكره. وبيخرج تورنس وبيقعد على سلالم الطيارة وبيبص للركاب والسما وكأنه مش مصدق ان الكابوس ده خلص على خير. لمتابعة كل جديد ما تنساش تشترك في القناة، قناة مامو أفلام. شكرا للمشاهدة.